السلام عليكم. اليوم غندويو على واحد الكونسيبت مهم واللي ضروري خصو يكون الا بغيتي تبدا البيزنس ديالك اولا كانت عندك شركه، سواء كنتي تلميذ في البكالوريا ايكونومي او باغي تبدا مشروع ديالك. تبع معايا في هذا الفيديو. اليوم غنفهموا شنو هي اون استراتيجي. الاستراتيجي هي الخطه ديال اي شركه باش توصل للاهداف ديالها اللي تكونوا غالبا على المدى الطويل، ما بين 3 سنين حتى ل5 سنين. هذا الهدف اللي هو تحقيق الارباح والتفوق على المنافسين. الاستراتيجي دائما عندها 3 الخصائص. الاولى انها تخدم على المدى الطويل، الثانيه انها كتركز على علاقه الشركه بالسوق والمنافسين، والثالثه انها عندها علاقه مع الاداره العليا، اي ان الاداره هي اللي كتقول شمن استراتيجي غادي نتبعو. كمثال شركه ابل الرائده في سوق الالكترونيات واللي معروفه بمنتج ايفون، كل عام كتحاول تخرج ايفون جديد 14 15 16 باش سواء تجذب دي كليون جداد او لي كليون قدام ديالها يعاودوا يبدلوا التليفون من ايفون 15 لايفون 16. وهذه سيتون استراتيجي اللي غنعرفوا سميتها من بعد. من الاخر بلا استراتيجي ما غتنجحش هاد الشركه وما غيخدمش لك البيزنس ديالك. خليو لي الراي ديالكم والاسئله ديالكم في التعليق، مازال غادي نكمل.